كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم يا ربي كلها في احسن الاحوال. كنتلاقى اليوم بكم في فيديو جديد. كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم دائما وابدا. قبل ما نبدا ما تنساوش تخليو لي لايك تابوناو، حيت كنلاحظ في الاحصائيات كنلقى 97% اللي كيشوفوا ما دايرينش ابوني، يعني راه واحد 3% هما اللي دايرين ابوني. فبالتالي لا كنجمع عليكم الا تشجعوني وتزيدوا في التشجيع ديالي ان شاء الله باش نتحفز ونزيد لقدام اكيد. اليوم الوصفه ديالنا هي اللوبيا. غتقولوا لي انا راه عجبتي بينا باللوبيا. ها هي درت اللوبيا العاديه، درت اللوبيا بالخيزو بالجزر، ودابا غندير لكم لوبيا بواحد المكون جديد بزاف اللي هو سبقوا داروا، ولكن انا غنديرو بالطريقه ديالي اللي هو اللوبيا بالصوصيص. اييه غنبداو دابا بعد ما سلقت اللوبيا بطبيعه الحال غنزاوج بين الزيت البلديه والزيت النباتيه. فكنكثروا شويه الزيت لان كتعرفوا القطاني كتشرب. عندي هنايا واحد جوج ديال الطماطم اللي محكوكين، غنضيف عليهم بصله كبيره اللي حكيتها اكيد، وغادي نضيف هنايا الثومه بطبيعه الحال. القطاني كنت كنقولوا القطاني هي الثومه، والربيع قزبر ومعدنوس مخلط هنايا. وبالنسبه للعطريه عندي هنا الملحه، عندي الفلفل الاحمر، عندي الزعفران والابزار والكمون والسكينجبير. غادي نضيف كلشي بدقه واحده، وفي هذا الاثناء غادي نديه هذا الشيء فوق النار يتقلى، ولكن انني ندير معاه الصوصيص ديالي. يعني غنطيب الصوصيص غير في هذا لاصوص وغنحيدو، ومن بعد غادي تشوفوا معايا البقيه ديال المراحل. بقاو معايا شوفوا معايا هذا لاصوص، خليوه حتى يطيب فيه داك الصوصيص هكا، يعني تحس بانه طاب وفي نفس الوقت داك لاصوص عقد. طيب لينا فيه اللوبيا غير واحد ثلث ساعه ان شاء الله، ونتلاقاكم في المراحل يعني القادمه. بقاو معايا. هنا طابوا هاد الصوصيص ديالنا، غادي نحاولوا نهزوهم وغادي نوضعوهم فشي بول ولا فشي بلاصه حتى يطيب اللوبيا ديالنا. ملي غادي طيب قلت لكم غنديروا لها غير ثلث ساعه دابا، ومنين غادي نحلوا عليها غادي نردوا من الفوق باش يتشرب داك المرقه. انا علاش ما كان صراحه ما كنطيبوش مع المرقه نيشان، ما كيعجبنيش يجي شارب بالمرقه ويجي، كيعجبني يجي بحال مقلي، بحال درناه في مقيله بوحدو. هاد الطريقه كتجي زوينه بزاف صراحه. هنا غنضيف ليها الجهد اللي غيرويها لينا الشكل صافي، وغادي نغطي عليها ان شاء الله طيب لينا واحد ثلث ساعه. كما قلت نتلاقى معكم ان شاء الله. طابت لينا اللوبيا، درنا فيها واحد مزيوده ديال الحار، وهاد الاثناء غادي نديرو الصوصيص يعني يسخن، غير يسخن فقط. غنضيفوه بشكل كامل وغنسدو عليها شويه باش تسخن لينا مره اخرى. نتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي رائع بزاف صراحه، وواحد الشكل غزال جدا مشهي. ما كرهش بصحتكم وراحتكم ويسمح لي اللي شهيته. فكنتمنى انكم تجربوه بالطريقه نفسها، فكتجي رائعه بزاف. نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، تشجعوني بلي لايك بلي كومونتير، تشاركوا في القناه الا كان كيعجبكم المحتوى. نضرب لكم موعد ان شاء الله في وصفه قادمه. بسلامه.